كل عام وانتم بألف خير حبايب قلبي وأمة محمد بألف خير. جبت لكم اليوم طريقة الغريبة الليبية الزمنية اللي عليه أصولها. وطبعا زي ما معروف على نجاح الغريبة الليبية ان تكون مفللة. كل ما تكون معاكي مفللة ومشققة بالشكل هذا كل ما تكون معاكي الغريبة ناجحة ولذيذة. مبدئيا للطريقة متاعتنا تذكري الله وتصلي على رسول الله. أول حاجة لازم تستخدمي سكر بودر. السكر بودر متاعك هنا يكون ناعم جدا ومنخول. عندي هنا كوب من السكر البودر محولة منه ملعقتين. نزلت عليه بكوبين الا ربع من السمنه اللينه، وتستخدمي نوع سمن حلوبي او نباتي اللي انت تستريحي فيه. كملت عليهم بربع كوب من الزيت، يعني استخدمت كوبين الا ربع من السمن وضفت عليهم ربع كوب من الزيت، وهنقلبهم مع بعضهم كويس جدا بالمضرب العادي او بايدك لغايه ما يختلطوا ويختفي السكر معايا تماما. في الوقت هذا نزلت عليه بالدقيق، والدقيق هنخدم معايا هني 5 اكواب. تمام، ما تنزليش انت بالخمسه اكواب تدريجيا، لان في دقيق يشرب السوائل وفي دقيق يطرد السوائل. هتنزلي الدقيق بتاعك تدريجيا وتقعدي تلمي. تمام، تعجني يعني الغريبه تبي سبك غير الحلويات الثانيه تسبكيها كويس. انا ما ضفتش بيكنج بودر يا بنات، انت تبي تضيفي بيكنج بودر براحتك. اخر حاجه لما لقيتها خلاص اتسبكت معايا كويس تسبكيها على كف الايد، نزلت عليها بكوب من اللوز المهروش وخلاص، وقعدت نكور فيها الحجم اللي حضرتك تحبيه وتحطيه في الطاجين. الطاجين بتاعنا مش مدهون باي حاجه، وهندخلها الفرن. الفرن بتاعي ساخن مسبقا، مولع عليه من فوق فقط، مولع الفرن شنو من فوق فقط. تمام، اول ما تحسيها اتشققت من فوق هتطفي من فوق وتولعي من تحت، وما دابيكي ما تقربيهاش للنار وانت مولعه عليها النار من فوق. اوكي، رشقتها هني باللوز، واللوز بتاعي هني كنت منقعتها يا بناويت في ميه سهر او عطر، الميه صار او عطر باش تثبت معاكي اللوزه ما تطيحش. وطلعتها من الفرن كانت هذا الشكل متاعها يا بناويت دايبه دوب، مش متحمله ايدي من كتر ما هي داعمه وخفيفه. نودكم ونشحيكم ونود بيها فم كل عزيز وغالي. هي شويه تكات في الغريبه تنشحي فيها، تسبكيها كويس جدا بكف الايد، والمتولي عليها النار من فوق ما تقربيهاش على النار من فوق.